دنيا سامي. بنت، يعني مثلا لو انا قدامك، يعني ايه اللي ممكن يلفت نظرك ليا كأنثى؟ احتراف عزف الطبلة ومنه لاحتراف التمثيل الكوميدي، وبداية في مسلسل لعادل إمام. دنيا سامي كانت محظوظة جدا ببدايتها، رغم إنها ملهاش أي واسطة لدخول الوسط الفني. بنت عادية بتحلم بالنجاح كممثلة، فبتدخله من بوابة تانية، وهي احترافها لعزف الطبلة، ومنه الأدوار صغيرة في مسلسلات زي الطوفان وعوالم خفية مع عادل إمام. بدأ الناس يلاحظوا تميزها بداية من دور هدير في مسلسل في بيتنا رابط. مساحة الدور أكبر شوية، وكمان معاها كتابة كوميدية نورتها بجانب موهبتها اللي كانت على استعداد للظهور. ورئيس بنك كبير قوي لقطته، خطبته، اتجوزته. ومنه المحطات كوميدية مميزة في مسلسلات وأفلام منها وش في وش وسيب ونسيب وبلطو، لحد المحطة الأهم اللي بنذكرها للمرة التانية. بس بالفعل العمل قدم أبطاله كلهم بشكل مختلف، وهو 80 باكو. بيفرش لها مساحة نجاح جماهيري أكبر كوميدياً، بجانب شخصية ليها جانب درامي بيخلي الجمهور يشوف دنيا كممثلة مش بس كاركتر. وفي رمضان اللي فات بتتألق دنيا في بطولتين، وهم فن الحرب مع يوسف الشريف، مع زيادة مساحة دورها في مسلسل النص التاني، ولمسة الأداء اللبناني الفلاحي في شخصية عيشة خلاه ما يتنسيش. الأكيد إن دنيا لسه عندها كتير قوي، وإنها خلاص قدمت نفسها كممثلة محترفة وبطلة أولى. لا ما تخافش، مش هعمل اي حاجه تفصلك.